كنا النهارده بنتكلم على دور الفيتامينات المتعدده ومضادات الاكسده في علاج مختلف الامراض. الحقيقه كان الاعتقاد السائد ان احنا الفيتامينات بنديها لما يبقى حد عنده نقص الماده معينه بنكملها، لكن اللي اتفقنا عليه واللي متفق عليه العلم والابحاث كلها ان احنا في امراض كتيره في جزء من علاجها لازم العيان ياخد السبلمنتس دي او الفيتامينات المتعدده ومضادات الاكسده. بيساعد على سرعه العلاج، على التئام الانسجه، بيعمل وقايه من الامراض زي الامراض النزلات الشعبيه ونزلات البرد. طبعا وجود فيتامينات مختلفه ده بيساعد في الوقايه من الحكايه دي. فاحنا هنا دور الفيتامينات مش بس وقايه، لا وقايه وعلاج، بيساعد في العلاج. مش علاج بمعنى انه بديل عن العلاجات الاساسيه للمرض، ولكن كاضافه للعلاج بتحسن من نتيجه العلاجات دي وبتسرع عمليه الشفاء للعيان. طبعا دراسات والابحاث كتيره فيتامينات مختلفه زي فيتامين د، فيتامين اي، زي السيلينيوم، مضادات الاكسده المختلفه، كل دي ثبتت بالابحاث العلميه ان اضافتها للعلاج للمرضى وخاصه مرضى الامراض المزمنه ومرضى اللي بيصابوا بالتهابات مختلفه في الجسم او امراض معديه زي مثلا ادوار الانفلونزا او كده، بيفرق معاهم في النتائج وفي العلاج بتاعهم. هي الفكرة ان انت بدل ما تقعد تدي كل فيتامين لوحده، يعني فيتامين د ليه دور معين في بعض الامراض او بيساعد على علاج في امراض حاجة، فيتامين اي بيعمل حاجات مختلفة، السيلينيوم بتعمل حاجات مختلفة، المضادات الاكسدة التانية بتعمل. ففكرة ان انت تدي دواء واحد فيه مجموعة كاملة من الفيتامينات ومعاها مضادات الاكسده، ده بيدي نوع من الكومبلاينس ان العين يبقى سهل ياخد حبايه واحده فيها كل الاحتياجات اللي ممكن يحتاجها وتغطي له الحاجات اللي محتاجها في العلاج بتاعه.